السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وسعاده. هنتكلم النهارده عن موضوع مهم وخطير وكتير قوي من الناس اتكلم منه، بس طلب مني وبالاخص من الدكتور احمد زكي. هنتكلم النهارده عن الميراث. اكل الميراث مظلمه، والظلم ظلمات يوم القيامه، ولا يحل لاحد ان ياكل اموال الناس بالباطل. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيبا لا يقبل إلا طيبا، وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رجل أشعث أغبر يمد يده إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام أنا يستجاب له. فاحنا دلوقتي في غفله، انت عايش في غفله. انت عندك كام سنه دلوقتي؟ عندك كام سنه دلوقتي وانت اكل ميراث اختك؟ عندك كام سنه؟ عندك 40، هتعيش 40 سنه كمان. ربنا قال: بسم الله الرحمن الرحيم: كل من عليها فان. انت هتموت، انت مش هتخلد. اللي انت بتكوش عليه في الدنيا دي كلها، العمارات، المباني، الاراضي، الفلوس، كل ده كله مش هتاخده معاك. يوم لا ينفع مال ولا بنون، ولا عيالك هتنفعك، ولا بطانك هتنفعك، ولا فلوسك هتنفعك، ولا اكل ميراث اختك ده هينفعك. عملك هو اللي هيقعد لك. ربنا قال: بسم الله الرحمن الرحيم: فاما من اوتي كتابه بيمينه. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. انت فين؟ انت في غفلة، انت في غفلة. فلوسك دي، فلوس اختك دي هي اللي هتعيشك. الميراث اللي انت بتاكله ده اللي هيعيشك. ربنا قال، كان بيقول لاصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان بيقول لاصحابه: اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه، وياتي وقد قذف هذا وشتم هذا واكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرحت عليهم ثم طرح في النار. انت فين؟ انت فين من اللي في الدنيا، من اللي انت بتعمله ده؟ انت في غفله. ارجع وتوب وادي ميراث اختك. كان الاول، لما مثلا، مش الاول، احنا حاليا بنعيشه، لما مثلا الام بتموت او الاب بيموت، فيجي بقى عياله: ايه يا لحى بقى الخاتم من صباحها، ده خاتم امي، ده انا هاخده، ده عبايه امي، ده ام حبيبتي انا هاخدها، ده مش عارف ايه عند ابويا ومش عارف ايه، وتاخده وتمشي. ده مش حقك، مش حقك اصلا انك تاخديه. ده دلوقتي كان ميراث. كان كان زمان كان فيه رجل طلع اللهم صل على محمد، رجل طلع للجهاد، كان في غزوه من الغزوات، فكانت مراته وعياله كانوا قاعدين بيخبزوا بقى اللي هو بتاع عيش وكلام من ده. فهم بيخبزوا، فجالهم خبر وفاه والدهم. فامهم مش انها بقى تكمل، ده شوف ان هو خبيث ان هو عيش من المفترض يعني، فقالت لهم: دعوه فلنا فيه شركاء الان. يعني كل اللي موجود في البيت هنتقسموا فيه. ده بقى ميراث حاليا في الوقت الحاضر. مش بقى مش عارف ايه، تروح تقلعها الخاتم وهي نايمه، تروح تاخد الجلابيه مش عارف ايه، تاخد البطانيه مش عارف ايه، ده بتاعت ابويا وملك امي ومش عارف ايه. مفيش الكلام ده. دي كلها ظلمات. وان الله تعالى طيبا لا يقبل الا طيبا. ارجع وتوب، محدش هياخد منها حاجه. يوم لا ينفع مال ولا بنون، ولا اولادك هتنفعك ولا الفلوس هتنفعك. وبس. يعتبر احنا النهارده كده اتكلمنا يعني نبذه مختصره يعني كده بس عن المناضله، وقعدنا نتكلم فيه بحور من الكلام. يا دوبك حاجه بسيطه بس كده.